تعليق كابتن محمد أبو تريكة على انتقال عمر مرموش النجم المصري رسميا إلى صفوف فريق توتنهام منتقل من فريق مانشستر سيتي، حيث أبو تريكة كان له تصريحات مهمة جدا جدا عن مستقبل عمر مرموش في توتنهام وفريقه القادم وماذا سيفعل مرموش مع السبيرز توتنهام. حيث أبو تريكة كان له تصريحات مهمة جدا جدا. أتمنى من قبل ما تسمع تصريحات أبو تريكة تعمل لايك، تعمل شير في كل مكان لتصريحات تريكا عن انتقال عمر مرموش لتوتنهام، حيث قال تريكا: الواحد حقيقي مبسوط لأجل عمر مرموش النهاردة زي ما انت شايف كده قعد على الدكة في أول مباراة في الدوري أمام بورموس وما لعبش ولا دقيقة واتهمش تماما من ماريسكا، لدرجة إن جريليتش اللي لسه راجع من إعارة وبدنيا منتهي شارك ومرموش ما شاركش علشان المباراة تنتهي ونتفاجأ بخبر من الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو اللي أعلن عن انتقال عمر مرموش رسميا من مانشستر سيتي إلى توتنهام. الصفقة عبارة عن إعارة مع بند شراء إلزامي ب50 مليون جنيه استرليني. الخطوة دي مهمة جدا لمرموش في توتنهام، هيلعب أساسي لأنه مهاجم أفضل من ريتشارلسون، وفي وجود مدرب زي ديزيربي بيقدر يجذب الضغط المنافس ويصنع مساحات خلف خطوطه، هيقدر يلاقي المواقف المناسبة لخصائصه وهيرجع يسجل من تاني. وأضاف أيضا أبو تريكة: توتنهام تعاقد مع لاعب رائع مرموش، هداف من الطراز الأول ويستطيع تسجيل الأهداف، كما أنه يعمل وبقوة من أجل الفريق ويتمتع باحترافية كبيرة. دائما أؤمن به وأعتقد أنه سيصبح لاعب كبير. أعتقد أن توتنهام بيحتاج إلى لاعب بهذه الجودة لأنه سيمنح ديزيربي خيار مختلف في الهجوم، فهو يستطيع اللعب كمهاجم وكذلك كجناح أيسر. عمر مرموش لاعب جائع للنجاح وأعتقد أنه يحتاج إلى توتنهام أيضا. لم يحالفه التوفيق مع مانشستر سيتي، وأرى أن انتقاله للسيتي كان قرار خاطئ لأنه كان يحتاج إلى اللعب باستمرار. الآن عمر مرموش في أفضل مرحلة من مسيرته، عمره 27 سنة ووصل إلى أفضل سنواته، وأنا واثق من أنه سيبدأ وبقوة مع توتنهام ويسجل الأهداف وسيحب الجمهور، فهو من اللاعبين الذين يريدون الفوز ومستعدون للتضحية من أجل الفريق.